لله على كل حال. مش عارف انا مكبر الموضوع ليه، بس يعني الحمد لله رب العالمين. عايز اقول حاجه كده بجد والله، احنا كلنا مش انا لوحدي فرافير خالص. طب ليه؟ انا بقرا في التاريخ القديم عن المعارك والحروب والملاحم والصراعات والمعارك الخالده اللي خاضها اجدادنا المسلمين. بجد حاجه صعبه، يعني انت مش متخيل يعني ايه مثلا في معركه زي القادسيه مثلا 40,000 قصاد 240,000، اليرموك مثلا 36,000 قصاد 300,000. معركه الفرات اللي انا المفروض عايز اعمل عليها ماجستير 150,000 ضد 18,000. مش مشكلتي الاعداد، المشكله الكبيره ازاي انت واقف شايف هذا الكم من البشر وكل واحد معاه سيف ورمح وآلة حاده، وانت واقف لا يحرك فيك شعر. لا، وانت ك 18,000 بتخش عادي جدا على 150,000. الاغرب من كده ان انت تنتصر، مش بإرادتك ومش بمزاجك ومش بتفكيرك ومش بوضع خطتك العسكرية خالص. هو الموضوع كله في ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ربنا هو اللي نصر. بس أنا بتكلم على إن سبحان الله بجد إزاي كنت بتقدر وإنت واقف مستحمل هذا الكم من البشر داخل عليك. الموضوع فعلا صعب والله. لا، وكل واحد ماسك سيف. أصلا كون إن حد يدخل عليك بسيف دي صعبة جدا. يعني انا لما بشوف خناقه في الشارع وناس معاها سنج ومطاوي والكلام ده كله بحس ان اعصابي بتسيب. فما بالك بقى بناس داخله عليك بسيوف ورماح وسهام، الموضوع صعب. لا، وبعدين السهام دي اللي كان بيبقى فيها، عارف انت اكيد عارفها طبعا، دي بقى كانت بتدخل تخترق اللحم وتعدي الناحيه الثانيه، فصعبه جدا. ما كانش فيه الادوات الجراحيه بتاعت النهارده، ما كانش فيه، لا كان فيه بقى بنج ولا كان فيه انت ربنا كرمك ماشي اتعورت مثلا ولا حاجه، دلوقتي بتلاقي الدنيا كلها جريت عليك وهات بن وكبس له بن وهات مش عارف مضاد حيوي ويخش الصيدليه بتاعت البيت هات ميكروكروم وقطن وشاش. في ايه؟ امال الناس اللي كان بيخش السهم من هنا يطلع من الناحيه الثانيه دي ما كانتش بشر مثلا زينا ولا ايه؟ عادي كان بيقطموا كده وبيقوم بالنار بيكوه. يعني انا بجد مش مستوعب الفكره بصراحه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقدر وبيعين، واكيد لكل مرحله فقهها زي ما بيقولوا. يعني بمعنى مثلا ربنا خلق السودانيين وخلق لهم بشره سوداء عشان تستحمل اشعه الشمس، خلق الاوروبيين ببشره لطيفه جدا عشان ما عندهمش شمس، عشان خاطر هو لو تعرض للشمس هيتحرق. طب ماشي، هو اصلا قاعد في بيئه كلها ثلج، الناس اللي عايشه في روسيا وسيبيريا، فكان الموضوع صعب جدا. مش قادر اوصل كل اللي جوايا لان طبعا دايما بشتغل بسكريبت، ولكن الفكره كلها ان احنا بجد فرافير والله. لا اله الا الله، بجد فرافير. انا مش عارف الناس دول كانوا بيستحملوا ازاي. لا، والسيف يقوم داخل قاطم لك ايدك، تخيل بقى انت اتقطعت فالدم فار ايه يا عم في ايه؟ كالكليز انت ما اعرفش. سبحان الله العلي العظيم. بس لما برجع اقرا في التاريخ والله سبحان الله. طلحه ابن عبيد الله في معركة أحد لما تخلى الرماة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحصل الهزيمة للمسلمين، وأنا طبعا لا أعتبرها هزيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلنا شهداءنا في الجنة وقتلكم في النار. فاللي قعد في الدنيا فاز، لأنه ثاني يوم على طول كان في معركة حمراء الأسد وربنا انتصر طبعا لعبيده المؤمنين وكده. فأنا لا أعتبرها هزيمة. أحد لا أعتبرها هزيمة، واللي توفى من شهداء المسلمين إن شاء الله يعني في جنات النعيم. فأنا لا أعتبر أحد هزيمة بالمرة، ولكن بتكلم على ان لما الرومان تخلوا عن الجبل ولف حوالين الجبل خالد بن الوليد وضرب الرومان اللي كانوا متبقيين، لان مش كل الرومان نزلوا، هم كانوا 50 ففي 40 واحد نزلوا عشان يلموا الغنيمه وفي 10 قعدوا. فطبعا كميه الجنود القرشيين بقياده خالد بن الوليد طبعا ايام ما كان مشرك لما لفوا حوالين الجبل ودخلوا وضربوا المسلمين من ظهرهم كان عدد المسلمين 10. فطبعا حتى لو كان حصلت مقاومه او كده في الاول وفي الاخر ماتوا ال10 يعني استشهدوا ونحسبهم عند الله من الشهداء. ولكن الفكره كلها في ايه؟ ان طلحه بن عبيد الله كان بيحامي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حصلت هزه كبيره في الجيش الاسلامي وتخلى معظم الناس، حتى اللي في ناس فرت للمدينه المنوره. فالمهم ان اللي تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم فئه قليله من المسلمين، كان من ضمنهم طلحه ابن عبيد الله. طبعا ده واحد من ال10 المبشرين بالجنه، واحنا كنا عملنا عنه حلقتين قبل كده بفضل الله يعني. المهم ان طلحه ابن عبيد الله رضي الله عنه
كان بيقاتل المشركين قتال 11 راجل، بمعنى ان دخل 11 راجل قعدوا يدوروا على مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الاخر وجدوا المكان ده. فطبعا النبي كان معاه الانصار بيحاموا عنه، فكل ما يجي راجل من المشركين يقوم واحد من الانصار لحد لما فنى الانصار. طبعا الجيش المشرك كان تمكن من رقاب المسلمين زي ما قلنا. فطبعا اللي حصل ان طلحه ابن عبيد الله بقى هو الصحابي الوحيد اللي قاعد جنب النبي طبعا في الوقت ده ما كانش بيحارب، لان هو كان وقع من كان في حد حفر حفره كده والنبي صلى الله عليه وسلم وقع فيها، وكثرت ثنيتين يعني اسنان، ودخلت الخوذه اللي كانت فيها في خدوده، وشج يعني شج وجهه. فطبعا كان في وضعيه مش قادر يحارب، فهو بالعافيه متمالك نفسه. فطبعا طلحه بن عبيد الله لما شاف النبي في الحال ده وشاف الانصار كلهم وقفوا، ففضل يحارب ال11 واحد من المشركين لوحده. يعني عايزك تتخيل مين الراجل ده بجد، والله حاجه انا مبهور لحد دلوقتي، ازاي بتحارب 11 واحد في نفس الوقت وانت لوحدك. يعني لو في 2 3 هنقول ان هم بيتحاموا مع بعض، انما انت لوحدك، فطبعا دي حاجه عظيمه جدا. المهم ان طلحه بن عبيد الله سهم كان جاي من المشركين فتلقاه بايده، عشان كان وراه النبي على طول، هو لو سابه كان جه في النبي صلى الله عليه وسلم، فتلقاه بايده. فطبعا السهم اخترق ايده كده، فقال حس حاجه زي كده، زي ما احنا بنقول مثلا اي او هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بص لطلحه كده وقال له لو قلت، قال له ذكر كده والله مش متذكره بصراحه، ولكن قال له لو قلت سبحان الله او الحمد لله كلمه كده يعني لرفعتك الملائكه والناس ينظرون. يعني لو انت كنت ذكرت اسم الله بدل ما انت قلت حس، كانت رفعتك الملائكه والناس ينظرون. فده كان موقف صعب جدا في غزوه احد، ويعني بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى نجى نبيه من الهلكه اللي كانت محققه في هذه الغزوه، غزوة أحد، وقدر المسلمين يضمدوا جراحهم ورجعوا مرة تانية للمدينة المنورة. وطبعا المشركين افتكروا ان هم خلاص كده انتصروا على المسلمين، فقال لك لا بقى احنا هنرجع على المدينة، نغير على المدينة المنورة، فنقتل المسلمين المتبقيين ونجهز على الجرحى. يعني واحد جريح مثلا دراعه مقطوعة او ايده كده نخلص عليه. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني اوحى للنبي صلى الله عليه وسلم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم جمع الجيش تاني مرة تانية، وخد كل المسلمين اللي كانوا بيحاربوا معاه في الغزوة بس عشان يجبر بخاطرهم، وراحوا في مكان اسمه حمراء الاسد. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى ان واحد من المشركين معدي، فاوقد المسلمين طبعا نار عظيمه وكده، فشاف المسلمين من بعيد، فافتكر ان المسلمين هم دول يعني جيش كبير، يعني قوه النار والثكنات اللي هم كانوا بيعملوها، حس ان الجيش كبير جدا. فهو شاء ربنا سبحانه وتعالى ان يعدي برضه على المعسكر الثاني، يعني هو لا ليه في الاسلام ولا ليه في الكفر، لكن عدى على المعسكر الثاني. فساله ابو سفيان من اين انت؟ فقال له جاي من المكان الفلاني. فقال له شفت ايه في الطريق؟ قال له 1 2 3، وشفت قوم لا يتركونك، رأيت قوما لا يتركون فيكم عين تطرف، مش هيسيبوا حد فيكم. مع ان سبحان الله المسلمين كلهم بلا استثناء، او لو حتى في استثناءات هيبقى استثناءات بسيطه جدا، اللي ما اتجرحش اللي ما اتعورش، الباقي كله مجروح، لدرجه ان كان في ناس رجليها مقطوعه واللي ايديه مقطوعه واللي السهام مخترقه جسمه. ولكن سبحان الله بعد كل هذا العناء، وبعد ما سمع ابو سفيان ان المسلمين بيجهزوا جيش كبير عشان خاطر يغيروا هم على كفار قريش، يامر بانسحاب الجيش لمكه. وطبعا كان هزيمه جدا نفسيه ليهم، رغم انهم افتكروا انهم حققوا النصر على المسلمين، ولكن طبعا هم ما حققوش نصر ولا حاجه، لان القتلى اللي ماتوا منهم هم في جهنم طبعا ان شاء الله، والشهداء المسلمين في الجنه. فدي طبعا كانت غزوه احد باختصار. انا حبيت اقول ان احنا الدروس اللي احنا بنمر بيها في حياتنا لا تذكر مقارنة بالدروس اللي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. حرفيا والله احنا لا نمر بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فطبعا احنا ما عندناش بلاءات، فاحنا مستثنون من هذه القاعدة. مش عايز اقول ان احنا دخلنا في مرحلة النفاق من اللي احنا عايشينه، ولكن بجد احنا ما بقيناش زي أجدادنا. ونسأل الله التوفيق والسداد، ونسأل الله حسن الخاتمة. ادعوا لنا وربنا يشفينا ويشفي كل مريض من مرضى المسلمين. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.